هنعمل بقى النهاردة وصفة خطيرة جدا هتشرفك في عزومات رمضان. هنعمل فراخ محشية بالرز مع مكعبات البطاطس الخطيرة، وهنعمل تتبيلة مميزة جدا جدا للفراخ، وهنعمل كمان وصفة رز بسمتي جميل جدا. بس قبل ما نبتدي الوصفة، لو أول مرة تشوفوني وتتابعوني، أنا اسمي بسنت. هستناكم تشتركوا في القناة وتعملوا متابعة على صفحتي على الفيسبوك، ولو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك وشير، ويلا بينا نبتدي الوصفة. اول حاجه واهم حاجه في الوصفه دي هي اننا نغسل الفراخ بتاعتنا كويس جدا جدا عشان ما تسيبش زفاره في الوصفه. هننقع بقى الفراخ بتاعتنا لمده يوم كامل في ميه وملح وسكر علشان تسحب كل الدم اللي موجود فيها، وبعدين نغسلها كويس جدا بالدقيق. عايزه اقول لكم ان الحركه دي بتخلي الفراخ بتاعتنا بيضه جدا جدا، وبتسحب كل الزفاره من الفراخ، وبتسحب كمان الدم اللي بيبقى موجود جوه الفراخ. وبعدين نصفيها من الميه كويس جدا جدا قبل ما نبتدي نتبلها. هنجهز بقى تتبيلة الفراخ بتاعتنا. هنجيب بصلاية كبيرة أو بصلتين متوسطين الحجم، وقرن من الفلفل